السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ جايلكم النهارده بفيديو جديد، يا رب يعجبكم. كملوا معايا الفيديو للاخر عشان تشوفوا الحاجات الحلوه ديت عملناها ازاي. عملنا رز معمر، وعملنا لحمه، وعملنا شوربه خضار، وعملنا كنافه بالمانجا، وعملنا جلاش. هنا اهوت غسلنا الرز وعايرنا البرام بتاع الرز المعمر، وحطيت معلقتين زيت ذره. هقلبهم مع بعض كويس، وبعد كده هنزل عليهم باللبن، وهكون قايده الفرن واقوم جايه حطاهم فيه. ده اسهل حاجه عندي بالنسبه لي الرز المعمر ده. هنا بقى الشوربه هي كانت خلاص كانت ما شاء الله طلعت الخير اللي فيها اهيت. شوربه اللحمه، يعني طبعا كلكم عارفين شوربه اللحمه بتتعمل ازاي، واللحمه المسلوقه بتتعمل ازاي، عشان كده ما جبتلكوش من الاول. قطعت بطاطسايه اهيت صغير كده، وكان عندي شويه بسله وشويه جزر في الفريزر، طلعتهم كده فكهم تحت الميه. هعمل بقى شويه شوربه خضار ني في ني كده، حاجه خفيفه على المعده، وحاجه طعمها حلو كده ومفيده لاولادنا. حطيت معلقه زيت اهيت، وشويه ملح وشويه فلفل ورق غار، عندك حبان حطي. هقطع بصلايه وطماطميه سلام كده، يعني هحطهم بحالهم كده، عشان يعززوا طعم شوربه الخضار. كده كده انا هنزل على شوربه الخضار ديت بشوربه، اصلا شوربه لحم، طعمها هيبقى حلو. الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. هنا بقى اهوت بزودت خلاص كانت خلاص قلبت كده شوربه الخضار او الخضار كده شويه حلوه على النار، وخلاص بقى حسيت اللي هو خلاص ينزل عليه بقى بالشرب. نزلت عليه بقى بالشوربه، وكان في حته دهنيه كمان تعزز طعم شوربه الخضار كده، تديله طعمه حلو ونكهه حلوه. ظبطت الملح والفلفل وهغطي عليه، وشكرا على كده. اسهل حاجه شوربه الخضار دي، ما بتاخدش وقت ولا بتاخد اي حاجه، وحاجه مفيده وحلوه وصحيه عشاننا وعشان خاطر عيالنا. انا بحب بصراحه شوربه الخضار ديت عشان ما بتبقاش تقيله على المعده خفيفه على المعده. هنا هو بقى الرز المعمر، احلى حاجه بقى، احلى تكه هقولها لك عليها هتعمليها والرز المعمر ده عشان يطلع مستوي ويطلع قابب كده وحلو، وحبايه من حبايه، اللي انت اول ما اللبن يغلي تهدي عليه النار، تسيبيه بقى مع نفسه كده، هتلاقيه ما شاء الله مستوي ومفرفر. هنا هو جبت كوبايتين لبن، كوبايتين ميه، وكوبايتين سكر، وعصرة ليمونة، وحطهم على النار. انا بعد لما البتاع دوت لما الشربات غلي كده، حطيت عليه شوية فانيليا، وعايزاه لما يجي يغلي تحط عليه معلقة عسل برضو، لو عندك معلقة عسل ابيض بتدي برضو طعم حلو للشربات ولون جميل. شوربة الخضار هي بقى بديها تقليبة. هنا الشوربة هي كانت ما شاء الله، بس مهيش باينة من كتر الدخان اللي طالع منها. والرز المعمر، وادي الشربات اهوت خلاص جاهز. انا بقى بحط السمنة امتى على الرز المعمر؟ قبل ما اطفي عليه ب10 دقايق. هجيب لكم دلوقتي وانا بعمله. هنا هو بقى كان عندي جلاش طري، خدت منه يدوبك ورقتين اتنين بالظبط، اكتر من كده ما خدتش. هحاول بقى اقطعهم بالطول عشان اعمل جلاش بالحشو بالسوداني. كان عندي شويه سوداني، شويه زبيب، شويه جوز الهند، حطيتهم على بعضهم كده وايه وهحشي بيهم بقى، هعمل سمبوسك اللي هو الجلاش. هحاول بقى هنا اقطعهم بالطول عشان الف بقى الشكل اللي انت عايزاه. عايزه تقطعيه تعمليه مثلا، حطي كله رقه رقه مثلا في الصينيه، وتحطي عليها المكسرات وتلفيها، تبقى صوابع طويله كده براحتك زي ما تحبي. انا هنا بقى بحاول اقطعه بالطول وهنحشيه. انا اليوم دوت كنت صايمه، فقلت بقى انا هعمل اجواء رمضانيه النهارده. هعمل بقى جلاش وهعمل كنافه، احس بقى الواحد صايم. حتى عملت لبن تمر باللبن او بلح باللبن. قلت بقى رمضان يجي عندنا بقى قبل الناس كلها. تحاولوا في الايام ديت تصوموا بجد، والله ربنا اللي بيعين. انا في الايام الطبيعيه اللي ببقى في فتره فيها واكله فيها والصايمه، والله ما بيجيليش النشاط اللي حصل النهارده. يعني سبحان الله، ربنا اللي بيدي الطاقه وبيدي الصحه. ربنا يعيد علينا الايام كلها بخير يا رب، ويبلغنا رمضان يا رب، احنا واهلنا واخواتنا والمسلمين جميعا يا رب العالمين. بقى بلف اهوت سمبوسك، وجبت طبق كان فيه عندي معلقه دقيق، حطيت عليها يا دوبك نقطتين ميه كده وهقفله. عندك نشا بيبقى احلى برضو، بتقفلي اللي هو الجلاش بالنشا بيبقى شكله حلو. هلف كده كام واحده، هحاول بس اظبط بقى لاني ما قطعتوش بالسوا كويس. ظبطي انت بقى الشكل العام. حابه تعملوهم بالطول
اريح لك، يعني زي ما تحبي اعملي. انا بوريكم اهو الخيط اللي انا بحطه. وهنا الصينيه هي بقى بدات احط فيها. حطيت بقى اهو كده، عملت كام جلاشيه كده بالطول. الشربات اهو خلاص كان يعتبر يعني استوى. انا مش هعمله ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. هسيبه بقى ايه على جنب يبرد عشان اجهز الكنافه. هنا ما شاء الله اهوت الرز كان بقاله يا دوبك 10 دقايق واطفي عليه. خلاص كنت حطيت بقى السمنه كانت خلاص تعتبر ساحت. هجيب بقى ظهر معلقه او سكينه رفيعه. ابدا بقى ايه اعمل فتحات صغيره كده في الجوانب كلها عشان السمنه تنزل للرز كله. ياخد بقى ايه من السمنه دي كلها. شايفين بقى شكله وطعمه عامل ازاي، وشايفين ما شاء الله البرام الرز قابب ازاي وحلو ازاي. دوت السر اللي انا قلتلكوا عليه، اللي اول ما اللبن يبدا يغلي الرز بهدي عليه النار بقى خالص، واسيبه بقى يستوي براحته. فما شاء الله الحبايه بتنبت كده. وشايفين ما شاء الله اصلا شكله ما شاء الله الله اكبر يفتح النفس. جربوا التركيه اللي انا قلتلكم عليها ديت هتفرق قوي. ما تنسوش اللايك، وما تنسوش التعليق، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل حاجه جديده ان شاء الله اعملها توصل لكم. هنا بقيت لفه الجلاش اللي انا بوريها لكم، اللي هي اصلا ما خدش الا ورقتين اتنين. شوفوا عملت طبق او صينيه ما شاء الله كويس. جبت بقى كان عندي نص كيلو اصلا كنافه في الفريزر، طلعتها ومسكتها بقى كده بايدي ايه فركتها كلها. كان عندي مانجايه طلعتها برضو وقشرتها. سيحت شويه سمنه زبده. شايفين السمنه يعني من الجو البرد جمدت في ساعتها. همسكها بقى بايدي بقى كده ايه احاول السمنه كلها تنزل فين في الكنافه كلها. ده نص كيلو كان عامل حوالي 12 جنيه ونص. حطيت بقى في ارضيه الصينيه سمنه عشان ما تلزقش. هنزل بقى بطبقه واحاول بقى ايه اضغط الطبقه دي كلها واسويها ببعضها. هعملها بايدي اهوت واسويها ببعضها عشان لما اجي بقى ان شاء الله اقطعها تبقى ايه كلها طالعه مستويه، ايه طالعه ايه سويه مع بعضها. هبدا بقى ايه احط المانجا في الصينيه كلها في سبيل لما تيجي تقطع قطع كل قطعه يبقى فيها ايه قطعه مانجا. هرص بقى الكميه كلها اهو. وادي الجلاش اهوت حطيت برضو على وش شويه سمنه زبده. هتحطه بقى في النار او في الفرن. في الفرن هنزل بقى بالكميه الباقيه كلها اهوت. وهعمل نفس الايه الحركه الاولانيه اللي انا هحاول هضغط الصينيه، هضغط الكنافه قوي عشان في سبيل ايه تطلع ايه تطلع قطعه واحده كده وتطلع شكلها حلو. واجي اقطعها بالسكينه بعد ما تستوي تطلع بقى ايه خرطه بخرطتها كده. كل ما احاول ان انا اسويها كده واخليها كلها سوا واحد كل ما تطلع احلى في التقديم. وتيجي تقطعي تطلع مسويه معاكي ما تتفرفتش. برضو سيحت شويه سمنه زبده همت وهنزل عليهم. شايفين ان انا بنزل اصلا بالسمنه زبده بتتجمد في ساعتها من كتر ما الجو برد. خلاص اهوت هحطها بقى في الفرن مع الجلاش. كده كده الجلاش اصلا هيستوي بدري عن الكنافه عشان الجلاش ما بياخدش وقت اصلا زي الكنافه. حطيت بقى الاتنين اهمت. الجلاش يعتبر خلاص يعني ايه استوى اطلعه. كان عندي بقى شويه مواعين كده قلت اما اغسلهم لاني عارفه ان انا لو فطرت خلاص ربنا عالم مش هغسل مواعين. فقلت بقى بالمره كده على ما خلاص نشطب بقى الكنافه والجلاش كون غسلت شويه المواعين دي. الجلاش اهو بقى كان والله كان مقرمش وكان طعمه حلو قوي. وحاجه حلوه للاولاد بقى ايه ياكلوها كده في الجو اللي احنا فيه ده. مش انا قلت لكم عملت اجواء رمضانيه النهارده لنفسي. افرح نفسك او ابسط نفسك بنفسك ما تستناش حد يبسطك. هنا هو كان عملت اللبن سخنته بقى على النار عشان نعمل ايه بقى كوبايه لبن بقى كده بالبلح كده تكون ايه طعمها حلو بقى. هنزل بقى على الجلاش الحلو دوت بشويه شربات. انا لو مش هستخدم الكميه كلها في الكنافه اللي باقيه كنت هحط الجلاش في الشربات ومثلا واطلعه احطه في مصفى ايه يصفي الزياده اللي فيه. بس انا عايزه بقى بقيه الكميه دي عشان كده ايه بشرب بس واحده واحده كده وخلاص. كان طعمه حلو وكان مقرمش وكان سكره مظبوط يعني شرباته كان حلو قوي مش يجزع النفس. كان جميل. والكنافه برضو متابعاها في النار وهي في الفرن عشان برضو متتحرقش مني. هنا الرز اهوت وطلعته وغطيته بقى وحطيت عليه حاجه كده عشان ما ينشفش. احنا
في البرد ما يسقعش، على ما اجي بقى ان شاء الله ربنا يأذن بقى وناكل، المغرب يأذن يعني وناكل. خلاص اهو كانت ارضيه الكنافه خلاص الحمد لله استوت، طفيت من تحت وسبت الشوايه زي ما هي شغاله، وكل شويه هفتح بقى واشوفه كده عشان ايه الوش بتاعها ما يتحرقش. هنا اللبن اهو خلاص بقى كان سخن، هنزل بقى عليه كسرت البلح وحط عليه بقى معلقه عسل ابيض، حابه تحطي سكر حطي، وهنزل عليه بقى باللبن سخن عشان يخلي البلحيه طيبه يعني مستويه كده ومتبقاش جامده. هسيبه بقى على ما الاذان يأذن ويكون في نفس الوقت ايه برد، عشان قلت لكم رمضان جاي عندنا بدري السنه دي. خلاص اهو كان الحمد لله الصينيه خلاص استوت بتاعت الكنافه، شكلها كان تحفه وكان ذهبي وحلو قوي، والله التصوير بجد ظلمها. هنزل بقى عليها بالشربات، اهم حاجه عشان الكنافه ما تعجنش منك الشربات يبقى بارد، والكنافه تكون لسه ايه طالعه سخنه من الفرن. الشربات بقى هو تنزلي بقى عليه الكنافه لسه سخنه، بتشرب بقى الشربات كله بيبقى طعمها جميل. عايزاكم بقى تكتبوا في التعليقات مين اللي اتنشط كده وصام يوم في الايام المفترجه ديت، ومين اللي اتنشط وقام عمل حاجات حلوه كده في المطبخ ليه ولاولاده. اهم حاجه ما تنسوش التعليق والاشتراك في القناه عشان توصلكم كل حاجه جديده اعملها، توصل لكم باذن الله. الجمال عدى الكلام زي ما بيتقال. خلاص بقى كنت خلاص المواعين خلاص خلصتها، وخلاص بقى انا مستنيه بقى الاذان يأذن عشان ايه. هنا هنغرب بقى اهوت شوربه الخضار، شايفين كانت عامله ازاي، ولما زودناها شوربه من بتاعه اللحمه كان طعمها تحفه، وحاجه عاملينها كده ني في ني، ولا مسبكين بقى ولا ضاربين طماطم ولا حاجه تتعب المعده، حاجه خفيفه وصحيه وفي نفس الوقت طعمها تحفه. والرز اهوت بقى وانا بغرفه، هتشوفوا بقى الرز كان ما شاء الله كان عامل ازاي. التركيه اللي انا قلتلكوا عليها اللي بتبقى حلوه قوي في الرز وتخلي الرز ما شاء الله طالع مفرفر كده، وفي نفس الوقت الحبايه بتاعته طيبه، اللي اول ما اللبن تلاقوه بيغلي تهدوا بقى عليه النار من تحت خالص وتسيبوه بقى ايه يشرب بقى اللبن بتاعه والسمنه كده ولا وينبت بقى كده براحته. وقبل ما يطيب ب10 دقايق تسيح السمنه وتحطيها على الوش. شايفين الرز كان عامل ازاي. هنا بقى كان في الوقت ده كنت خلاص غرفت بقى الاكل وخلاص الاذان كان خلاص يعتبر اذن. هنا بقى كان خلاص الاذان اذن هنفطر بقى. هستناكم تقولوا في التعليقات مين اللي اتنشط وقام عمل حاجات حلوه كده ليه وليه ولاولاده. انا هنا اهوت بقى وانا بقطع الكنافه، كنت بقى اقطعها معاكم كده واوريكم كانت عامله ازاي. هستناكم في فيديو جديد بقى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.